ظهرت الحشرة القرمزية بالمغرب في أواخر سنة 2014. تصيب هذه الحشرة نبات الصبار، وهي تتميز بلون أحمر داكن نظرا لإفرازها لسائل الكرمين. الصبار واحد الشجره اللي كتعرفوا بان ضرباتها واحد الدوده، يعني دوده القرمزيه اللي ضربات كلشي تقريبا في المغرب. وكاين بعض المناطق بحال مثلا يتبعون باقي فيها واحد شويه في ديك الفاريتي اللي كانت مزيانه. يعني واحد الماركه كيقول لها موسى، ودابا لونسا والفلاحه كاع داروا مجهود وخدامين باش يخرجوا واحد تقريبا واحد 6 حتى 7 ديال الفاريتي لارض الواقع ان شاء الله. ولكن حنا ما خليناش ديك الفاريتي باش تضيع. يعني حنا كنشدوها وكنزاويوها باش ما ديك الفاريتي الاولى ما بغيناش تمشي تنقرض غير هكاك. غادي نشدو هاد لي فاريتي اخرين غادي نخدموا عليهم، ولكن الفاريتي الاولى غادي نطلعوا فيها. وان شاء الله بحول الله راه دابا درنا فيها واحد العدد، وحتى حنا راه غادي نديروا مجهود باش تبقى، يعني باش تبقى الزريعه ديالها. الفلاحه اللي خصو يعاودوها من دابا لقدام. ربما هاد الدوده من دابا لواحد 5 سنين و 4 سنين غتمشي حتى هي غتنقرض، وغادي تبقى لنا هذيك الفاريتي ان شاء الله بحول الله. في منطقة القردان بإقليم تارودانج أصبحت زراعة الصبار في هذا المستنبت للزراعة البديلة تهتم أكثر بهذه النبتة حفاظا عليها من الانقراض. بالنسبه لهاد لي فاريتي اخرين اللي دخلوا من برا ما غاديش تقريبا يكونوا بحال. يعني غتلقى مثلا الغله غتكون اما رقيقه اما طويله اما فطحه، اما ديك الغله اللي كانت في الاول غليظه وطويله غتبقى ديما في ديك الفاريتي اللي كانت في الاول. يعني ديك موسى كان اللي موسى وكان عيسى، ولكن دابا هذوك راه معرضين للدوده القرمزيه. وهاد لي فاريتي الجداد اللي دخلوا هما راه كيصبروا للدوده، ما كتشدهم كاع الدوده نهائيا. واخا تزرعها في بلاصه القديم فاش كان المرضى هو ما كتشدش فيه المرضى. ولكن كما كنقولوا هاد الفاريتي اللي كانت في الاول ما خصهاش تمشي غير هكاك، خصها الفلاحه الناس ديال الطبعه اللي باقيه عندهم يطلعوا فيها باش تبقى هذيك الفاريتي. حيث يعتبر الصبار محصولا دائما للطاقة الحيوية ومتعدد الاستخدامات لدى الفلاحين ومصدر عيش موسمي بجل مناطق المغرب.